تعرف بحيرة أوكيمدن خلال الأسابيع الأخيرة إقبالا لافتا من الزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة بعدما غطى الجليد سطحها بالكامل، محولا إياها إلى مشهد طبيعي جذاب يدفع الكثيرين إلى التزلج والتقاط الصور في أجواء شبيهة بالمنتجعات الشتوية الأوروبية. غير أن هذا المشهد الساحر يخفي في طياته مخاطر جسيمة، إذ تحذر مصادر محلية من أن الجليد الذي يغطي البحيرة لا يضمن السلامة الكاملة، خاصة أن المنطقة سبق أن شهدت حوادث مأساوية في سنوات سابقة بعدما انهارت طبقات الجليد تحت أقدام بعض الزوار، ما أدى إلى تسجيل وفيات لا تزال تفاصيلها حاضرة في ذاكرة الساكنة. ورغم تلك السوابق المؤلمة، يواصل عدد من الزوار سلوكيات محفوفة بالمخاطر، من بينها القفز فوق البحيرة المتجمدة أو اللعب فوق طبقات جليدية هشة في ظل تقلبات جوية قد تؤدي إلى تشقق الجليد أو ذوبانه بشكل مفاجئ. وتزداد المخاوف مع غياب وسائل تدخل فوري كفرق الغطس أو المعدات الخاصة بعمليات الإنقاذ، ما يجعل أي حادث محتمل تهديدا حقيقيا للأرواح. وفي هذا السياق دعت فعالية محلية إلى تدخل عاجل من السلطات المختصة لتنظيم الولوج إلى البحيرة ووضع ضوابط واضحة لمراقبة حركة الزوار مع تشديد إجراءات السلامة وفرض عقوبات على المخالفين. وتؤكد هذه الدعوات أن الهدف لا يقتصر على حماية الزوار فقط، بل يشمل أيضا الحفاظ على سمعة أوكيمدن كوجهة سياحية طبيعية، حتى لا تتحول لحظات الاستمتاع بالمناظر الشتوية إلى فواجع إنسانية جديدة.